بيسعدنا أن نستضيف في هذا اللقاء الأستاذ محمود يونس الصحفي بجريدة العالم اليوم. أهلا بك. أهلا وسهلا. ما فيش شك طبعا أن الأحداث الجارية وما حدث بالأمس يمكن البورصة كانت ارتفعت 12-13 مليار دولار، فجأة انخفض بنفس القيمة امبارح. كلما حدث حديث بيؤثر ذلك على الاقتصاد وعلى دفع عجلة الانتاج. ازاي نقدر نقوم الاقتصاد مرة تانية ونقدر نستعين بالشباب الموجود ونقضي على البطالة؟ في الحقيقة اسمحي لي يعني في الأول اللي اتكلم على إنه الاقتصاد للأسف الشديد إنه مهمل من القوى السياسية كلها، وللأسف الشديد برضه محدش بيتكلم عنه وكأنه حاجة ثانوية، بالرغم من إنه الاقتصاد وقوة الاقتصاد هي سبب أساسي أو عمود أساسي لتحقيق أهداف الثورة. لا يمكن تحقيق أهداف الثورة وهي من عدالة اجتماعية وكرامة إنسانية وتحسين أحوال الناس والمجتمع وقيام ديمقراطية حقيقية بدون اقتصاد قوي، بدون عمل وبدون استخدام أيدي عامل، بدون اقتصاد قوي وبدون إنه يكون عندنا إنتاج وعمل ويكون عندنا إيرادات لتلبية كل احتياجات الشعب المصري بمختلف طوائفه ومختلف فئاته. الاقتصاد المصري للأسف الشديد بيعاني من أكثر من عام ونصف، بيعاني معاناة شديدة، وكلما يعني نقول خلاص احنا هنعدي المرحلة دي ونبدأ ناخد خطوة للأمام إلا ويحصل حدث أو تحصل مشكلة أو قرار سياسي أو خطوة من قوى سياسية أو للأسف ترجعنا ورا تاني. وللأسف الشديد يعني وده ظاهر لحد النهاردة، وقرار سيادة الرئيس الدكتور محمد مرسي بعودة مجلس الشعب وما شابه من جدل واسع ما بين القوى السياسية وجدل قانوني بين خبراء القانون الدستوري. وللأسف الشديد يعني لو نلاحظ إنه ما فيش رأي واحد أو قول واحد في هذا الموضوع. في اختلافات كثيرة في الآراء، ولكن كلما حدث سياسي بنلاقي كل الشعب بيستنهض وبعدين يتقسم اتنين، نص موافق ونص معارض، وبالتالي كأن الناس بتتوقف أنفاسها أو بتتلاحق على الحدث السياسي دون الحدث الاقتصادي. يعني أنا كأني أنا هعطل الدنيا شوية لحد ما نخلص من النقطة دي. المفروض عجلة الإنتاج والجهات الأخرى طالما تولى الرئيس مسؤولية هذه البلاد، يبقى لازم ومن خلال حكومة موجودة بالفعل وتؤدي الدور وتؤدي الواجب، المفروض تتضافر عشان عجلة الإنتاج تزيد. أنا عرفت من حضرتك قبل اللقاء إنه لديك أفكار كثيرة لكي تخطو البلاد خطوات واسعة نحو تنمية الاقتصاد. ممكن أعرف منك والله وجهة نظرك؟ في الحقيقة برضه يعني لا يمكن تنفيذ أي فكرة أو أي اقتراح أو أي مشروع في ظل الأوضاع الحالية والتدهور السياسي والعدم الاستقرار السياسي حتى الآن. كنا نستبشر خير بنجاح الدكتور محمد مرسي، سواء كنا أيدناه أو كنا معارضين ليه. قلنا خلاص البلد هتذهب إلى الاستقرار، هيبقى في استقرار، هيبقى في استقرار سياسي، وده شهدناه بارتفاع مؤشرات البورصة أكثر من يوم ورا بعض بأرقام قياسية بالحقيقة. كله استبشر خير بأنه خلاص البلد هتهدى والدنيا هتتحسن والأوضاع هتعود على ما كانت عليه وأحسن. ولكن للأسف الشديد إنه أنا شايف إنه ما حدش مدي الاقتصاد أي اهتمام أو أي تركيز. قرار الدكتور محمد مرسي امبارح برضو أثر بشكل كبير على البورصة النهاردة، واللي خسرت أكثر من 11 مليار جنيه. استقرار السياسي مهم جدا لمناخ الاستثمار وجذب استثمارات جديدة، ونجاح المشروعات القائمة حاليا. يعني في أكثر من 2500 مصنع متوقفة على العمل لمشاكل مالية، مشاكل عمال، مشاكل يعني. وللأسف الشديد ما فيش أي حلول عملية. كان الدكتور كمال الجنزوري وضع خطة لإنقاذ ال2000 مصنع دول، واتكلموا وزارة الصناعة اتكلمت مع جمعيات المستثمرين ولكن المستثمرين نفسهم بيقولوا انه هم طلبوا مننا جمعوا داتا، الحكومة جمعت داتا وجمعت بيانات عن المصانع المقفولة والمتوقفة عن العمل،
ولحد الان شوف الدكتور الجنزوري ما فيش اي فعل حقيقي على ارض الواقع انه يشغل المصانع دي. لازم ولابد انه يكون في توافق وطني على اهميه الاستقرار السياسي وايجاد حلول عمليه للاوضاع المتوتره حاليا، واعلاء المصلحه الوطنيه ومصلحه البلد على المصلحه الشخصيه ومصلحه الاحزاب ومصلحه الجماعه الدكتور محمد مرسي وضع في الحقيقه في البرنامج بتاعه برنامج سواء مشروع النهضه او ال 100 يوم نقاط اساسيه ونقاط مهمه. ده الجزئيه الخاصه بالاقتصاد ودفع عجله الانتاج في المشروع بتتحدث عن ايه؟ اليات تنفيذ هذه النقطه إيه؟ هو الدكتور محمد مرسي وضع في المشروع بتاعه انه اكتر من نقطه الحقيقه في الجانب الاقتصادي. هو اتكلم في انه تحول الاقتصاد الريعي الى اقتصاد قيمه مضافه. بمعنى عشان الناس اللي معانا هو في الحقيقه المعنى البرنامج ما وضحش ده ايه الاليات اللي هيستخدمها، ايه اليات التمويل اللي هيمول بيها المشروعات دي. هو اتكلم عن تنفيذ 100 مشروع قومي، ما حددش ايه المشروعات دي. احنا نطالب تمويلها هيبقى منين؟ تمويلها من فين؟ هيتقام فين؟ هل هيتقام في سيناء مثلا؟ ده يعتبر مشروع قومي مهم. الصعيد ايه مصيره من المشروعات دي، خصوصا انه محافظات الصعيد مهمله بشكل كبير وتعاني اشد معاناه من سواء ارفع معدلات الفقر مرتفعه جدا، معدلات البطاله مرتفعه للغايه، مفيش اي مشروعات او اي اهتمام بالصعيد. نتمنى انه المرحله الجايه تكون فعلا بدايه عمل وبدايه اراده حقيقيه وتنفيذ ال 100 يوم للدكتور محمد مرسي. الحقيقه كنت اتمنى من الدكتور محمد مرسي انه يبدا بتنفيذ العمل وتشكيل الحكومه بشكل سريع علشان يبدا في تنفيذ ال 100 يوم، الا انه بصراحه فوجئنا وصدمنا بقرار امبارح ده بغض النظر سواء احنا قابلين او احنا رافضينه، انه كنا نتمنى انه يتم تاجيله لبعض الشيء او الانتظار او البدء بتنفيذ ال 100 يوم. لحد دلوقتي يعني ما زال الوضع على ما هو عليه، ونتمنى تحريك العجل للامام لعوده الاستقرار السياسي وتحسن الاقتصاد المصري وعوده مؤشراته لطبيعتها. للنهوض بمصر اقتصاديا لابد من النهوض ايضا بالتعليم الفني. استاذ محمود، شايف قد كده الافكار طموحه، افكار قابله للتنفيذ. انا لسه كنت هقول له ان احنا مع طلعت كل شمس لو واحد اتبرع، كل واحد في الاسره المصريه اتبرع بجنيه، هيبقى مع طلعت كل شمس عندنا 90 مليون جنيه نقدر نبدا بيهم اي مشروع. وزي ما قال لو بدانا مشروع قطاع شعبي كل واحد شارك بسهم 1000 جنيه هيبقى عندنا 1000 مضروبين في مليون، يبقى عندنا مليار جنيه بداية هذا المشروع. فالعملية مش صعبة بس، والأفكار كثيرة ومصر ولادة، وما دام الحماس ده للعمل هنقدر نعمل حاجة. الحقيقة اللي توقفنا عنده كان مسألة التعليم الفني عشان يبقى عندي عمالة مدربة، لأن كل اللي بيجي عايز يستثمر عايز يجيب ولاد بلده معاه. يعني حد جاي مثلا استثمارات من الصين عايز يجيب عمالة صينية، حد من دولة كذا عايز يجيب عمالة من بلده. طب والعمال اللي عندي اعمل فيهم ايه؟ ايه فكرتك عن الموضوع ده؟ المشكلة انه العمالة المصرية للأسف صارت انها غير مدربة وغير مؤهلة للعمل والالتحاق بسوق العمل والالتحاق وتلبية احتياجات السوق. أيوة. ده نتيجة للفجوة الكبيرة ما بين المواد والمناهج الدراسية واحتياجات سوق العمل. وللأسف برضو النظرة السلبية للمجتمع يعني احنا دلوقتي المصانع في حاجة العمال والفنيين، والفنيين دول هم خريجين الدبلومات الفنية والدبلوم الصناعي، واكيد فترة التوقف دي محتاجة بقى إعادة تدريبهم تاني. ما دي تكلفة على الدولة، ودي تكلفة يعني 14 سنة على أقل شيء في التعليم، دي تكلفة بتحملها ميزانية الدولة أو موازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى إعادة تأهيل وإعادة تدريب، دي موازنة إضافية وتكلفة حاجة مش صعوبة. يعني المفترض احنا داخلين عهد جديد وداخلين ان شاء الله الجمهورية الثانية لمصر، لازم نبدأ بتطوير وتحديث، نبدأ من الصفر من خلال انه تهيئة او تأهيل المناهج الدراسية وربطها باحتياجات سوق العمل.